هو ليل القاهرة المشتعل غضبا وصخبا. حل هذا الليل على قلب المدينة، لكن لم يحل الهدوء، فهنا وفي ميدان التحرير تجري بقايا معارك النهار بين المتظاهرين المطالبين بإسقاط نظام مبارك ومؤيد النظام. المتظاهرون الذين تركوا في العراء تعرضوا لهجمات بالقنابل الحارقة من أسطح بنايات تطل على الميدان وميدان عبد المنعم رياض القريب من جانب أنصار مبارك، الذين بدا وكأنهم يخوضون معركتهم الأخيرة في وقت تزداد الضغوط الداخلية والخارجية فيه على مبارك لدفعه للتنحي وترك السلطة قبل إتمام فترته الرئاسية التي تنتهي في سبتمبر أيلول المقبل. الهجمات بالزجاجات الحارقة التي وقف الجيش متفرجا عليها أدت إلى إحراق العديد من السيارات في الميدان. هذه الهجمات التي تواصلت حتى الساعات الأولى من الصباح لم تترك المتظاهرين المطالبين بتنحي مبارك مكتوفي الأيدي، فقد لجأوا للرد بالحجارة. وقدرت وكالة الأنباء المهاجمين من أنصار مبارك بنحو 3000. قالت مصادر المعارضة المنضوية في الاحتجاجات إنهم من البلطجية الذين استأجرهم رجال أعمال موالون للسلطة، فضلا عن فلول قوات الأمن التي تفرق الكثير منها بعد اندلاع الاحتجاجات ضد مبارك الأسبوع الماضي في خطوة أحيطت بالغموض. وأقام المتظاهرون ضد مبارك مستشفى مؤقتا قرب الميدان لعلاج المصابين الذين تجاوز عددهم 1500 شخص. وكان محمد البرادعي القيادي المعارض قد وجه نداء للجيش لحماية المتظاهرين بشكل سلمي ضد مبارك. وكان أنصار مبارك قد بدأوا هجومهم نهارا على المتظاهرين في ميدان التحرير مستخدمين الخيول والجمال التي جلبوها من منطقة الهرم البعيدة عن الميدان في مشهد أعاد إلى الأذهان فترة العصور الوسطى، حيث لم يكن هذا السيناريو يخطر على بال المحتجين. وهجم أنصار مبارك المسلحون بالعصي والصواطير والسياط المحتجين في الميدان، واشتبكوا معهم في مواجهات جعلت الميدان والشوارع المؤدية إليه أشبه بساحة قتال، حيث لم يجد المتظاهرون سوى الحجارة وأيديهم للدفاع عن أنفسهم. وجاءت هذه التطورات المثيرة بعد طلب مفاجئ من جانب الجيش للمتظاهرين بالعودة إلى منازلهم وترك الميدان. كما تلقى المتظاهرون ضد مبارك طلبا مماثلا من نائب رئيس الجمهورية الجديد عمر سليمان. ومن المؤكد أن معركة الأمس تمثل تحولا لافتا في قواعد اللعبة التي كان لها شكل آخر منذ البداية.